السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اتمنى تكونون بخير. طبعا مثل ما قريت العنوان للاسف شباب انا اليوتيوبر الغير ناجح. شباب انا اليوتيوبر اللي ما عندي دعم. شباب انا اليوتيوبر اللي رفضني وهواي الواعي مشهور. انا اليوتيوبر اللي استهزأوا بيا جماعتي. انا اليوتيوبر اللي شمتوا بيا جماعتي. انا اليوتيوبر ضحكة. نعم انا اليوتيوبر ضحكة. انا اليوتيوبر اللي ما عندي دعم. انا اليوتيوبر اللي ما عندي واحد يدعمني. انا اليوتيوبر اللي هواي تقدمت على كلاناتهم ورفضوا. انا اليوتيوبر اللي ما يعرف السبب الفشل اللي بيه. انا اليوتيوبر اللي عنده 38 الف شخص بالقناة وما يتفاعلون وياه غير 100 شخص من خلال اللايكات. انا اليوتيوبر اللي ما يحبونه بعض الناس. انا اليوتيوبر اللي ضحكوا عليه. نعم انا اليوتيوبر ضحك. طبعا انا كان اسمي ريو، سميت اسم قناة ضحكة لين هواي اشخاص ضحكت علي. هواي اشخاص قالوا لي انت فاشل. هواي اشخاص قالوا لي انت ما تنجح. للاسف كل هذا وانا تحديتهم وباقي مستمر خلال مجال اليوتيوب. انا اليوتيوبر اللي هواي اشخاص رفضوا حتى يتقبلون رسالة من عندي. انا اليوتيوبر اللي هواي ناس مثل ما قلت لكم شمتوا بي. للاسف هواي ناس شمتوا. للاسف هواي ناس استهزأت بهذا الموضوع. هواي ناس تجاهلتني. هواي ناس رفضت ان اكون عضو بقناة. لا السبب ولحد الان ما اعرف السبب اللي يتجاهل كل يوتيوبر. هل يعتبرون استغلالية او شنو؟ ما ادري. المهم شباب، موضوعنا اليوم عن رفض كلاننا الضعيف. ليش ضعيف؟ رفضنا من الكلان مالته وهسه طلع لكم مراسلات وياه. المهم يا شباب، اتمنى من كل شخص يشوف الفيديو يعطيني، يحاول لو يساعدني بلايك. تدري اللايك ايش قد يفرحني؟ والله العظيم هاللايك مالتك راح يفرحني ويشجعني حتى استمر من خلال رحلتي باليوتيوب. فاتمنى منك طلب اخوي طلب، اعتبرني اخوك الصغير وانطيني لايك وفعل زر الاشعارات مع الاشتراك. المهم شباب، راح اخليكم اول مراسلة اللي مع اليوتيوبر الضعيف. طبعا بالبداية احب اوجه له تحية للاعب المحترف الضعيف، اليوتيوبر الضعيف عراق او عراق الضعيف. شباب مثل ما تشوفون هذا اللي سويته على الانستغرام، واللي يحب يتأكد هذا اليوزر مالته وهذا متابعينه وهاي مراسلته وياه. طبعا قلت له حبيت اطب وياه بالقناة، فانا لاعب سكرمات. انا عندي مجموعة قنوات سكرمات، انا احب اشارك سكرمات. رديت اطب بكلان شخص يوتيوبر قلت حتى من خلاله اللي يحب يتقدم للكلان مالتي. انا عندي كلان ليفل 10، قلت اكون فرع من كلاني. حبيت اراسله واقول له اللي لاعب اللي يجي من عندك اتمنى، وما عندك مكان اتمنى نضيفه بالكلان مالتي، واني راح اشارك سكرمات بالاعضاء اللي يجون واختبرهم اذا كانوا يفيدونك بطولات او لا. طبعا هاي حدثت وياه قلت له السلام عليكم شو اخبارك؟ شو اقول لك؟ ضعيف لو ما عندك اسم. طبعا انا صراحه انا ما اعرف اسمه. المهم قلت له المهم حياتي اريد احكي وياك بموضوع. قال تفضل حبي. قلت له شنو اسم الكلان مالتك؟ طبعا اذا تحب شخص ينضم لكلانك انا جيت اقدم على هذا الشيء. انا دائما اسوي سكرمات بس ما عندي الوعي بشاركهم بيهم، وجيت اقدم على كلانك وانا عندي كلان ليفل 10. فقلت الناس اللي تقدم للكلان مالتك وما عندك كلان فارغ تقدر تجيبهم بكلاني ويكون فرع من كلاناتك، واذا تحسبها استغلاليه في الكلان انطيك الليدر الك. والله العظيم ابد ما كنت مفكر اراسل شخص يوتيوبر، بس عندي كم صديق طلبوا التواصل وياك وقالوا يجاوب وما يتكبر على شخص ويختلف على بقيه اليوتيوبريه. وهذا الشيء بقى يمك، قبلت خير على خير وما قبلت اتمنى لك التوفيق من كل قلبي. قال لا عبو عندي كلان. قلت له اوكي اخوي، بس حبيت يكون كلاني فرع للاعضاء اللي تحب تنضم اليك، بس وليمك اخوي بالتوفيق. المهم شباب، فحبيت اكون عضو بكلاني. فابد ما كان توقع انه يرفض طلبي، وابد ما كنت اطلب منه انه ينشر قناتي وكذا شغلات. فانا منه ورايح قلت له راح اسوي سكواد الوحدي، وسوي سكواد والحمد لله وشارك سكرمات والعب سكرمات. بس اللي جاي يشوف انه تفاعلي قليل، رغم انه عندي 38 الف اخ واخت ما يحبون المحتوى غير 100 شخص. يعني بالدليل انه اذا انشر فيديو خاص بلعبي او كذا بسكوادي انه الفيديو بطلع نروح اللي يوصل 100 لايك.
ف ف راح اوزع منه ورايح رويال باص، بس يطلع قدامكم كارت مال رويال باص، اللي يحصله يطلع قبالك بالشاشة. إذا كنت سريع بالدق راح يطلع لك كارت مال 10 دولار رويال باص، تسجلها هسه يمك راح يشحن لك 10 دولار. فأتمنى من اللي ياخذه يكتب لي بالتعليق إنه أنا حصلت هذا الكارت 10 دولار، حتى إنه ما يقولون كذاب وحاب يشتغل من الناس شباب. فلا اريد من عندكم، اتمنى من كل شخص يوقف وياي، كل شخص يدعمني، كل شخص يسوي لي لايك واشتراك بالقناة، حتى اوزع جوائز وافتح بثوث ان شاء الله بالايام القادمة، وما اخيب ظنكم واكون قد حكايتي. تحياتي لكم، كان وياكم اخوكم اليوتيوبر ضحك.